يا رب، أسألك العوض الجميل بعد الصبر الطويل. يا رب، جبرا لقلبي واستجابة لدعائي. اللهم لا تحبط لي دعوة تمنيتها بقلبي. اللهم إني أسألك خيرا في كل اختيار، ونورا في كل عتمة، وتيسيرا لكل عسير، وواقعا لكل ما أتمنى يا الله. يا رب توكلت عليك. يا رب احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مرحبا، ويسعد لي أوقاتكم بكل خير يا رب. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة على طول. مثل ما شفتوا بداية الفيديو هيك عم بحب أعمل هيك فقرة الدعاء، لأني كتير أنا بحب وقت أفيق الصبح أدعي وهيك أقرأ الأذكار طبعا بحطهم على الشاشة وبقرأهم مع الشيخ، وهيك يعني بحب كل اللي بحبهم كمان يعملوا مثل ما بعمل أنا. هذا الشي اللي هيك اللي بخطر في بالي واللي بيريح قلبي بيريح خاطري. بعدين فطرنا أنا وزوجي وشربنا القهوة، بعدين مشي يعني راح الشغل، وانا بلشت هون يعني اني كتب محمد وظيفته وهيك يتسلى شوي، وهيك اعطيته هذا الدفتر. انا بجيب لهم اياه من البيم، بنزل بعروض البيم هذا الدفتر، بجيب له اياه لابني وبتسلى فيه. يعني هيك فيه الوان، فيه بازل، فيه شغلات حلوه، كتير كتير شغلات حلوه وممتعه، وبتنمي هيك المخ بتنمي الافكار الداخليه عند الطفل. وبعدين كان عندي رز بحليب، كان جايب لي جوزي حليب، فحبيت اعمل رز بحليب قبل ما اطلع من البيت، مشان هيك يعني يكون عندي يعني شغله هيك طيبه بالبراد، اذا رجعت على البيت المسا يعني يكون عندي شغلات طيبه بالبر. هلا الرز بحليب هو من الاكلات الحلو اللي كتير نحن بنحبها بالبيت، وبعتمدها دائما ببيتي لاني كتير نحن بنحبها. يعني اكلات الحلو كتير اللي بنحبها. فانا بحط 5 كليات حليب، وبحط لهم 5 فناجين قهوة رز ناعم. واول شي بغسل طبعا الرز، ما بنقعه بس بغسله غسلة، وهيك بشيل منه النشا. وبعدين بحطه مع الرز بحليب. اول ما يغلي الحليب بحط الرز، وبعد ما تستوي الرزاية على الأخير بجيب كمان السكر، وبحط كمان 5 فناجين سكر من نفس الفنجان اللي حطيت فيه الرز. طبعا ما تكبروا الفنجان، يعني حطوا فنجان القهوة بيصير، فنجان الشاي كمان بيصير الصغير. هذا يعني العيار أنا بعمله دائما، وبطلع الرز بحليب طيب كتير وبيجنن بصراحة. بعد ما بحط الرز والسكر وبستوي الرز بحليب على الأخير بحط له مسكة دروس. أنا هون ما كنت مصورة مسكة دروس، في هي المستكة اسمها بتجيبوها من عند العطارين. نحن الحلبية يعني بنحطها للرز بحليب او لكل الاكلات اللي بنطبخها بالحليب. يعني اللي بنطبخها بالحليب بالاخص بنحط لها هي المستكة، وكتير بتطلع طيبة ولذيذة بصراحة، بتعطي نكهة كتير خاصة وطيبة ولذيذة. بعد ما خلصت طبخ الرز بحليب صرت اسكبه بالصحون وارتبه، ويعني شوفوا لي بقى النتيجة شلون راح تكون. ويا عيني على الرز بحليب، بصراحة كتير نحن بنحب الرز بحليب وبحب كتير اضيف منه الجيران واوزع منه، لهيك بعمل كمية كتير كبيرة وبوزع للجيران، باخد صحن لاهلي. كتير كتير بحب اوزع من رز بحليب، بحس يعني شو يعني بشارة بيضة، عرفتوا؟ يعني مثل البشارة البيضة، الخبر الحلو، التيسير للحياة. ان شاء الله يبعث لنا الخير يا رب.
وهيك صار عندي رز بحليب اليوم جاهز، والحمد لله. بعد ما خلصت سكب الرز بحليب طفيت هالضوء ورحت لبست انا وولادي وتركنا ورحنا عند اهلي او عند ماما، يعني كانت عازمة هيك رفقاتها على الغدا، ورحنا هيك شيء ساعدها كمان، وشي كمان اني انبسط معهم. اول ما دخلت صراحة امي كانت عاملة كل شي، يعني كانت طيبخة ومرتبة وكل شي عاملة، يعني بقيان القهوة وصينية الحلو وهدول الشغلات، صراحة كل شي كانت مرتبة، الله يعطيها العافية يا رب. هلا اول شي حابة اخبركم على بن دانيال او قهوة دانيال، كتير كتير طيبة، ونحن بنجيبها من عند ولاد عمنا بالاسيوية بالسلطان بيلي. كتير كتير يعني قهوة طيبة ولذيذة بصراحة، مو لاني مثلا هن ولاد عمنا، لا، بس يعني القهوة لذيذة 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 لذاذة كتير طيبة. وبعد ما شربنا قهوتنا على الاخير صراحة، يعني كانت ماما مجهزة كل الغدا وهيك بقيان بس سكبنا هالاكلات الطيبة اللذيذة اللي عملتها ماما، الكبسة وفوقه هالفروج المشوي بالفرن، ماما بتشويه بالكيس الحراري لهيك بيطلع شكله طيب وفظيع بصراحة، كتير طيب. والمعكرونة بشاميل كتير كمان طيبة ولذيذة، ماما بتعملها بطريقتها الخاصة، شي نهار بدي اصور لكم اياها شلون بتعملها. والكبة النية الحلبية الحدة كمان، ومعها دبس الرمان وهالبقدونس، وكمان التبولة الطيبة كمان كتير طيبة ولذيذة، ولفليف الجبنة، وبطاطا مقلية كمان للولاد كمان. والله كانت يعني قعدتنا كتير لذيذة لذيذة، لأني انبسطنا نحن هدول رفقاتنا الشوام كتير، يعني بننبسط معهم وكتير هيك يعني بننبسط يعني بقعدتهم. وهيك كان غدانا لليوم، والحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وبعدين هون بعد هالغدا الطيب واللذيذ صراحة يعني صار بدها كاسة شاي ونقرشات طيبة. بعد هالنقرشات الطيبة شو بدها فنجان قهوة كمان، طبعا يعني فنجان قهوة قبل وبعد وبين البينين كمان. نحن هيك عادتنا، يعني نحن الحلبية عادتنا كل شوي بنعمل فنجان قهوة طيب ولذيذ مع هالضيافة تبعت العيد اللذيذة كمان. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص، ان شاء الله يكون عجبكم، وبتمنى تكونوا استمتعتوا فيه، صح ومو طويل كتير، بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه. واذا عجبكم لا تنسوني من اللايك فضلا وليس امرا، عشان يصل الفيديو لاكبر عدد من المشتركين، وهيك بتكبر قناتي فيكم. واذا ما كنتوا مشتركين بالقناة وحابين يصلكم اشعار بكل جديد عم نزله، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل، وانطروني بفيديوهات جديدة وفلوجات جديدة وروتينات جديدة بقناتي شهد شانيل. السلام عليكم، باي باي.